يا مساء الخير عليكم. يا مساء الفتة واللحمة واللمة الحلوة كده، ويا صباح الريحة اللي تشقشق في الشارع وتقول لك ده في عيد، وفي أكلة بتتعمل على نار هادية. أكلة مش بس بتشبع، دي بتطبطب وبتدوب وبتخلي الواحد يقول الحمد لله على نعمة السمين. ازيكم؟ النهارده بقى كده حلقة من العيار التقيل، حلقة البهاريز، وحلقة كده طاسة السمين، أكلة الأبطال. طبق الستات الجدعان اللي بيعرفوا بقى يطبخوا كده من قلبهم. النهارده بقى كده هنعمل اول وصفه من وصفات عيد الاضحى. ربنا كده يعيد علينا وعليكم بالخير يا رب، ويبلغنا الايام الحلوه دي كلنا واحنا مع بعض. النهارده كده هنعمل طاسه السمين او طاسه المذبح. الطاسه دي كده انا مسميها طاسه الوحوش. هنعملها بطريقه سهله وجديده وبسيطه، يعني مش هنحط في مكوناتها كده حاجات كتير. طبعا انا مستخدمه المكونات اللي كانت متوفره عندي، تقدروا طبعا انتوا بقى تحطوا بقى المكونات كامله. تقدروا تحطوا الكرشه او الرئه او اللسان او الكوارع، يعني تقدروا تحطوا كل حاجه. تقدروا تحطوا كمان قطع من لحمه الراس يعني. بصوا، اي حاجه انتوا عايزين، حتى الكبد والكلاوي والحاجات دي كلها ينفع يتحط فيها اي حاجه. هي طاسه سمين. حطوا كله مع بعضه كده، وزودوا شويه البهاريز، وزودوا شويه اللي هي بقى كده الضاني، هتخلي الحته تفحفح لاخر الشارع. خلينا نبتدي كده باول مكون. انا عملت كده حاجه بسيطه. جبت ربع كيلو من اللحمه المفرومه، حطيت عليها معلقه كده صغيره ممسوحه من البيكنج باودر، وبعدين احط عليها معلقتين صغيرين كده من بهارات الكفته. وبعدين ابتدي بقى ان انا احط كمان رشه كده من الفلفل الاسمر، واظبط الملح بتاعها. وبعدين انزل بمعلقتين 3 كده حلوين من البقسماط. البقسماط هتخليها كده ما تفكش معانا، وتبقى كده حلوه في قلب الطاسه وما تتهريش، وتبقى متماسكه في الكبه بتاعتي. اجيب شويه كده بقدونس ما بين ايديا، وبصله صغيره، وحته كده فلفل اخضر كده حاميه. وكمان هضيف فصين توم. هضرب بقى كده كله مع بعضه زي ما انتم شايفين. انا هنا حطيت البصل والبقدونس. تقدروا طبعا كمان تحطوا خضار مشكل، بس التوم بينقلها نقلة تانية حلوة خالص. يعني احطوا فصين توم مش اكتر ولا اقل. افرم كده البصل والخضرة مع بعض، وبعدين ارجع اضيف بقى اللحمة والبقسماط، واديها كده معتبرة في الكبة بتاعتي. ليه بقى؟ عشان يعني تسهل عليا خطوة ان انا بقى اقعد اعجنها بايدي كتير. تقدروا برضو طبعا تعجنوها بايديكم، يعني احنا عايزين القوام يبقى مفتل كده في ايدينا، ويطلع كده زي خيوط رفيعة كده زي ما انتوا هتشوفوا. لو طلعت بقى كده الخيوط الحلوة دي معانا كده وفتلت، تبقى كده هي تمام. ونبتدي بقى ان احنا نشتغل فيها، بس لازم نريح. تقدروا زي ما قلت لكم تعجنوها على ايديكم بعد ما تحطوا البصل، بس انا بحب يعني اديها فرمه كده محترمه في الكبه. بتبقى طبعا احسن. وانا طبعا نسبه الدسم في الكفته ما كانتش قد كده، فحطيت معلقتين زيت كبار. تقدروا طبعا تحطوا دهنه، تقدروا تحطوا ليا، تقدروا تحطوا معلقتين حتى سمنه بلدي. انا خلاص ريحتها كده في التلاجة شويه، لان انا خلاص دخلتها المكنه، لازم اسيبها ترتاح. ابتدي بقى ان انا اكورها. نقدر طبعا نصبعها، بس في الوصفه دي بالذات الكور يعني بتبقى طريقتها كده مناسبه وشكلها مناسب اكتر للوصفه اللي احنا بنعملها. بيبقى كده زي كله على بعضه كده، بيبقى سيمفونيه كده شكلها حلو كله مع بعضه. فبالنسبه لي طريقه التشكيل ترجع ليكم، بس زي ما قلت لكم الكور بتبقى احسن. خلاص انا كده كورت الكميه معايا، يعني انا قلت لكم ربع كيلو من اللحمه انا استخدمته. تقدروا تضاعفوا الكميه عادي، يعني زي ما انتوا عايزين. انا كنت عامله ربع ربع كده من كل حاجه. وهنبتدي بقى نتكلم كمان انا حطيت كده خطوه بخطوه في الفيديو وهو شغال. اجيب بقى كده وok كبير كده واسع، واحط فيه شويه زيت كده محترمين. يا جماعه ما تستقلوش بالزيت، حطوا كده ادوها ما تتوصوش. وبعدين حته كده ليا محترمه، او بقى دهنه اللي متوفر عندنا. وبعدين ننزل بقى بالسجق. انا زي ما قلت لكم انا عامله كميه بسيطه خالص، فانا استخدمت ربع سجق وربع كبده وربع الكفته اللي انا عملته. تقدروا برضو تحطوا ربع لحمه من اللحمه الستيك، او اللي هي لحمه كده قطع صغيره، عشان تسهل السوي معانا وتبقى تستوي بسرعه. بس انا يعني اكتفيت بالثلاث مكونات دول بس، يعني وزي ما انا قلت لكم على حسب ما انتوا عايزين. انا خلاص حطيت السجق كده واتشوح من الناحيتين، اميله كده في جنب في الطاسه، وابتدي انزل بقى بقطع الكفته كده بالراحه. وبعدين اسيبها بقى كده تتشمع من الناحيتين، وابتدي ان انا اقلبها كده مع بعضها. قلبتها كده مع بعضها برضو يعني ابتدي بقى كده استعد للمكون التاني كده وراها. وهو ان انا يعني ما بين كل مكون ومكون ان انا احطه اوسع كده الطاسه زي ما انتوا شايفين. هنزل بربع كيلو الكبده. دي كبده صافي. تقدروا زي ما قلت لكم طاسه السمين دي بدعوا فيها زي ما انتوا عايزين. حطوا كبد وكلاوي، حطوا قلب وفشه وطحال، حطوا اي حاجه زي ما انتوا عايزين. خلاص انا برضو شوحتها
أوسّع برضه كده الطاسة بتاعتي وأسيب مكان فصين 3 كده من الفصين التوم، كمان بصلتين كده حلوين أنا مقطّعاهم طرنشات، وكمان فلفلاية كده خضرا حلوة، وفلفلاية زيها كده spicy. تقدروا طبعًا تستغنوا عن الspicy لو أنتم مش عايزينها حامية، فدي برضه حاجة ترجع لكم. خلاص كده أحط بقى كده كلّه مع بعضه، وابتدي بقى إن أنا أقلِّب كده، ويا سلام بقى يعني مزاج والله الأكل ده فعلًا مزاج. في ستات بيوت كده بتحب تطبخ الحاجة دي كده أول يوم العيد، طبعًا بعد ما الجزار بيدبح ويبتدي بقى يعني إيه يجهّزوا كده الطاسة دي كده ويفطروا بها أول يوم العيد، فديّة تعتبر معانا كده أول وصفة من وصفات العيد الكبير. خلاص أنا قلّبت كده كلّه مع بعضه، طبعًا الحتّة دي اختيارية بس هي بتدّي فعلًا طعم حلو أوي. ابتدي أنزل بمعلقة كبيرة كده من هريسة الشطة، والمكونات بتاعتي بتاعة البهارات أنا نزلتها فوق. أنا حطيت معلقة كده صغيرة من كل من كزبرة وكمون وشطة وملح وفلفل، وتقدروا تحطوا كمان بهارات مشكلة زي ما انتوا عايزين. تقدروا كمان تضيفوا في الخلط شوية كده من دبس الرمان. انا نسيت اصورها، بس انا بصراحة صورتها ادت كده طعم مزازة حلو قوي كده للوصفة بصراحة، فكانت حلوة قوي وخطيرة. اسيبها بقى كده تتشكشك كلها مع بعضها، يعني ممكن بقى ازود لها نص كوباية مية كده مغلية، وبعدين اهدي النار عليها خالص لحد ما تتشكشك كده وتبقى بتدوب ذوبان، والريحة بقى كده مالية المكان. يا سلام كده والله، هتبقوا واقفين جنبها كده حاسين بدوخة وخلاص بقى مش قادرين تمسكوا نفسكم، انتوا عايزين تاكلوا من الطاسة دي دلوقتي حالا. خلاص بقى في الخطوة دي يعني هي ابتدت تتشكشك بقى، روحوا كده جهزوا الطحينة، وهاتوا بقى كده العيش البلدي الحلو كده او العيش الشامي زي ما انتوا بتحبوا. ابتدوا بقى جهزوا الساندوتشات بتاعتكم. هتفتحوا كده بقى العيش وتبتدوا بقى تحطوا الحاجات الجميلة دي بقى، السجق على الكفتة على الكبدة، وزي ما قلت لكم تقدروا تفننوا فيها بكل مكونات الذبيحة زي ما انتوا عايزين. شايفين كده بقى جمال الساندوتشات؟ يا لهوي عليها وعلى جمالها، تحفة وخطيرة، وطعمها احلى من ألف سندوتش بنشتريه من بره. كفايه ان احنا عاملينها في البيت على ايدينا بطعامه كده ونظافه. دي كانت وصفه النهارده، اول وصفه من وصفات العيد الكبير او عيد الاضحى. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. انا ديجا، باي باي.